الزمالك يفوز على المصري 3-0 في ماتش بين تاني واول الدوري. ماتش الزمالك تصل فيه 3-0 باكتساح المصري، اداء كويس جدا، عودة حميدة يعني بعد اللي حصل في ماتش وادي دجلة. هنتكلم في كل ده في حلقة النهاردة من شان فوش في الجول. لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك كومنت سبسكرايب ويلا بينا. الزمالك ابتدى التشكيل مكون من محمد صبحي، عمر جابر، ومحمد اسماعيل، وحسام عبد المجيد، ومحمود بنتايج، وعبد الله السعيد، وناصر ماهر، ونبيل عماد دونجا، وخوان بيتزيرا، وادم كايد، وعضاي دباغ. الفريق امبارح لعب ماتش كويس جدا، في لعيبه كتير كويسه قوي امبارح. دونجا عمل ماتش كويس قوي، محمد اسماعيل نجم امبارح، كان من احسن اللعيبه اللي في الماتش، يعني فاجئ الجميع امبارح، مستواه كان كويس قوي. عمر جابر امبارح كان كويس. محمود بنتايج عمل اداء عظيم امبارح، بجد من احسن الماتشات اللي عملها مع الزمالك من يوم ما جه. الفريق كله امبارح كان كويس، بس الملعب لاول مره كان ليه شكل امبارح، كان نص الملعب كويس وكان ليه شكل امبارح كويس. نروح بقى للنقطة الأهم، وهي يانيك فيريرا. يانيك فيريرا امبارح قدم ماتش مغاير خالص اللي كان بيقدمه الفترة اللي فاتت. قدم ماتش كويس، الزمالك لعب فيه كورة، الزمالك كان بيخلق فرص، والزمالك راح وضيع أكتر من مرة، الزمالك عمل فرص كتير لأول مرة من فترة طويلة. طيب، هل يستاهل الصبر؟ أنا اتكلمت قبل كده وقلت إن يانيك فيريرا لازم يمشي دلوقتي ويجي مدرب مكانه، وإن هو ما قدمش حاجة من أول السيزون. بصراحه ماتش امبارح ده يخليك تعيد حسابك في حاجات كتير. اللي انا شفته امبارح يبين لك ان في مدرب، واللي انا شفته في ماتش سيراميكا اول ماتش في الدوري يبين لك ان في مدرب. يعني انت في حاجات كتير برضو بتبان في الفريق، بس برضو ما زلت عندي، هل ده رد بعد ماتش وادي دجله مش اكتر، ولا هل ده هيكون العادي؟ ده لازم يكون العادي في فريق زي الزمالك. ان انا شايف سكواد الزمالك ده كويس، سكواد الزمالك ده ينافس ويروح بعيد، ان بجد اللعيبه دي كويسه، والسكواد لاول مره يكون في بدل البديل 2 و3 و4. فانا بجد عاجبني الفريق ده جدا، ومتفائل بالفريق ده جدا جدا جدا، وان شاء الله الموسم ده يكون كويس والزمالك يقدر ياخد دوري. ان انا شايف المنافسين يعني مش احسن مستوى ليهم السنه دي. انت كسبت المصري، عندك الاهلي وعندك بيراميدز، الاثنين مش في احسن مستوى ليهم لحد دلوقتي. لسه الاهلي لما يغير المدرب ممكن، ولكن لسه السيزون طويل ولسه في حاجات كتير، ولكن انا متفائل خير بالزمالك، وان شاء الله الزمالك يقدر ياخد دوري السنه دي. فده ما ينسناش ان احنا ننزل نشوف ترتيب الاهلي يعني في الدوري. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك كومنت سبسكرايب، وبس كده، يلا سلام.